كعائشة بنت أبي بكر الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعالمة نساء الأمة، كان الناس يتقصدون سؤالها لما قد حباها الله من علم وافر عظيم. وتميزت رضوان الله عليها بقوة العلم والحجة والفصاحة والبيان، وتميزت أيضا بأن حازت حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أحب نسائه إليه، كما أن أبا بكر أباها أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختصت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا، وكان يأتي الوحي في لحافها رضوان الله عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الملاطفة لها، محبا، يتسابق هو وهي وقد تسبقه، وهكذا أيضا كان يعيش ويطيب خاطرها سيما في بداية الزواج، ويأتي لها ببعض صويحباتها يلعبن معها. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي عائشة رضي الله تعالى عنها الاهتمام العظيم سيما في أمر العلم والفقه، وكان النساء يتقصدن عائشة رضي الله تعالى عنها للفتيا. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قوية في الحجة ولزوم المحجة، تأتيها امرأة فتقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ وهي طائفة من الخوارج. قالت: لا، لكني أسأل. قالت: كان يصيبنا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فانظر إلى هذا الجواب المسدد من عالمة الإسلام التي قد تمكنت في العلوم والفقه، وتمكنت أيضا في المعرفة بالإسلام في دعوته وفي أيضا تربيته، فهي تربت رضوان الله عليها في بيت النبوة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي مشاعرها في غير ما موضع. ففي قصة الأضياف وقد ألقت عائشة رضي الله تعالى عنها الصحفة، قال: غارت أمكم عائشة، غارت، فهي من أعظم أمهات المؤمنين مكانة وفضلا، وحسبها أن الله جل في علاه أنزل في براءتها وطهرها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فرضوان الله على الصحب الكرام، وقاتل الله كل من آذى صحابيا، تنقص صحابيا، كاد لصحابي، ازدرى صحابيا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالصحابة هم الذين نشروا هذا الدين في رقاع الدنيا جميعا، وهم الذين صبروا واحتملوا المشاق البالغة كي يصل إلى من بعدهم غضا نديا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقرن الصحابة لا يعادله قرن أبدا، وفضل الصحبة لا يوازيه ولا يدانيه شرف أبدا. فلذلك المنهج السلفي يحفل بالصحابة رضوان الله عليهم، يحفل بعلمهم، ويحفل بتربيتهم، ويحفل بمواقفهم، ويحفل بآثارهم، ويحفل بجهادهم. المنهج السلفي قائم على تعظيم قدر الصحابة الكرام